Hallo meine liebe Schüler und Schülerinnen. ازيكم ولادنا وطلبة الصف الثالث الثانوي؟ لسه القطعة صداع في دماغك؟ لا، ان شاء الله بعد المحاضرة دي انا عايز منك طلبات. لازم هتحل، لازم هتركز. اي سؤال انا معاك. حضر لي ورقة وقلم والنسكافيه وكوباية الشاي الحلوة بتاعتك عشان هنبدأ في محاضرة القطعة. القطعة يا ولاد، القطعة بقت تيجي قطعتين. ما انا متعود على كده يا هير من سنة اولى وتانية، بس كل قطعة في سنة تالتة عليها 6 اسئلة. يعني القطعتين ب12 درجة من ال40. لا، في عرضك انا عايزهم وانا جاي عشان اديهم لك. اول حاجة هات ورقة وقلم وابدأ معايا. نسمي الله. القطعة قال لك اصبح سؤال القطعة دلوقتي ما بقاش زي زمان. السؤال الأول السطر الأول، السؤال التاني السطر التاني. لا، القطعة بقى دلوقتي اسمها تكست انفاسونج، قطعة للفهم. يعني اللي واضع الامتحان بيقول لك أنا مش هجيب لك ولا سؤال مباشر، هيعتمد على الفهم والتحليل. وعشان كده أنا هلخصت لك تريكات القطعة في 3 محاور. التركة الأولى دي اللي هتبقى في ملزمتك، اللي هتبقى فيها عبارة عن كل الألعاب اللي بتيجي في القطعة. التركة التانية هي لازم فهمك لأدوات الاستفهام. ما انت لو ما فهمتش أداة الاستفهام مش هتعرف تستخرج، مش هتعرف تستخرج المعلومة من القطعة. أما التركة التالتة دي حصيلة كلمات. الكلمات يا فندم، ومش كلمات تالتة ثانوي، كلمات من أولى وتانية وتالتة. وعشان في مفاجآت كتير وهتتابعني كتير، أنا هعمل لك 3 ورقات. البوستر الأول كلمات أولى ثانوي، البوستر التاني كلمات تانية ثانوي، البوستر التالت كلمات تالتة ثانوي، وهرتبهم لك أبجدي كمان. وخد عندك، ما تذاكرليش كلمات الدير والضاز والدي، ده انت لازم تذاكر الظروف والصفات والأحوال. قال لي وبعدين يا هر، شكل الموضوع كبير. أيوه، بعد ما تركز على المحاور دي انا هقول لك على حاجه كمان. لما تيجي تقرا القطعه عاوزك تقرا القطعه كامله، لان انا عارف ان انت شخص ملول. بعد اول سطرين من القطعه تجري وتروح باصص على الاسئله. لا، انا عايزك تقرا القطعه كامله. ليه؟ عشان تحدد لي موضوع القطعه، معنى العام للقطعه، لان هيجي لك فيه اول سؤال. اول سؤال هيقول لك Der Text spricht أو schreibt über إيه؟ يعني إيه يا هر؟ أبدأ بقى. النص بيتكلم أو كتب عن إيه؟ فده مش هتعرف تجيبه من أول سؤالين من القطعة أو من أول سطرين. لازم تقرأ القطعة كاملة، لأن ممكن أول سطرين يوهموك بفكرة مش هي فكرة القطعة الأساسية. يعني أنا ممكن أقول لك إيه؟ Ich bin نادر. Ich arbeite Deutsch Lehrer. انا بشتغل مدرس الماني. رحت انت قلت القطعه دي حد بيعرف نفسه. وجيت في السطر الثالث قلت لك ايه؟ Ich habe einen Geburtstag. انا عندي عيد ميلادي. Ich lade viele Freunde. انا عزمت اصحابي. Die Party beginnt um 6 Uhr. الحفله هتبدا الساعه 6. ودي ميوزك und viele Freunde kommen. والموسيقى والناس جت. فبقت القطعه كلها عن الحفله مش عن التعارف. ده ممكن كمان يقول لك ام تكست ماينت مان، يعني في النص قصد الواحد ايه. وممكن يقول لك ام تكست فريشتيهت مان، وبالمناسبة فعل فريشتيهن يعني فهمت. فهمت ايه من النص؟ او فاس فريشتيهست دو، ماذا فهمت؟ لا، ده ممكن يقول لك فوفون اريتسيلت، عن ايه بتحكي الاحداث، يعني عن الفكره الاساسيه. لا، ده ممكن يقول لك ايه الجديد، وانا بتاع الجديد. فيلشر تيتل، اي عنوان مناسب. هتجيب العنوان منين؟ لما اعرف الفكره الاساسيه. لا، ده كمان ممكن يقول لك worum geht's hauptsächlich im Text،
عن ايه بتدور الفكرة الأساسية للنص. لا ده كمان ممكن يقول لك دي هاوبت ايديه، الفكرة الأساسية ايه هي. يعني ال7 نقاط دول كلهم بيدوروا على الفكرة الأساسية. طب يا هير، نعم، هي الفكرة الأساسية ممكن تيجي من بره المنهج؟ هي الفكرة الأساسية ممكن تجي لي زي الإنجليش؟ لا يا معلم، أنا لغة تانية، أنا باجي من أفكار المنهج. بس خد عندك، مش لازم فكرة أولى ثانوي ولا تانية ثانوي ولا تالتة ثانوي، ممكن أعمل مزيج. قال لي طب أنا مش فاكر، تعال أفكرك. بص يا فندم، أنا ممكن عندي أمسح لك ده كده، كل ده الأول، أيوه، واجي لك كده اجيب لك فكرة حلوة. بص دي بيقول لك الموضوعات اللي بيسأل عليها ممكن تيجي من الصف الاول الثانوي. افكرك بموضوعات الاول الثانوي، ممكن تيجي تعارف، لا ده ممكن تيجي تسوق او شراء. وقف هنا، التسوق والشراء مش فكرة اولى ثانوي بس، ده احنا عندنا ليكتسيون دغاية سين درس 13 بيتكلم على الموضة واللبس والتسوق. وكان عندنا في تانية ثانوي الفوخن اند والتسوق. وممكن يجي عن الطعام، او ممكن يجي عن الشقة وقطع الاساس والموبيليا. او انا من رأيي يخش على تانية ثانوي بالهوايات، ولو دخل بالهوايات يبقى هيذكر لك الروتين اليومي. او يجيب اينوايز رحلة، ولو جاب رحلة يبقى لازم تخلي بالك من تركات المدن اللي هشرحها لك النهاردة، وبجنب المدن المعالم السياحية. لا ده ممكن كمان يجيب عن الدراسة وفايدة تعلم الفريمد شبراخي، اللغات الأجنبية. ده ممكن كمان يجيب عن الوظائف. وخلي بالك من الوظائف ان فيها رجالي وحريمي، وهقول لك تفرق ازاي بس جوه المحاضرة. لا ده انا ممكن اعمل معاك حركة ودي الحلوة قوي، ده انا ممكن اجيب القطعة من موضوعات تالتة ثانوي. وتالتة ثانوي هي فونف ليكتسيونين، 5 وحدات. ليكتسيونيتسين انا ممكن اجيب عن الامراض والصحة واربطها بالواقع زي كورونا، او اجيب عن وسائل المواصلات لكتسيون 1000. ولو جبت عن وسائل المواصلات يبقى ممكن كمان اجيب لك عن الموضة والملابس. او الاصلاح، يعني حد عنده جهاز بايظ ورايح يصلحه. او يا استاذي نجيب عن الفيست، الاعياد والمناسبات. وهنا لازم تفرق ما بين المناسبات الخاصة والمناسبات العامة. المناسبات الخاصة فرح، عيد ميلاد، فهتبقى حفلة. اما المناسبات العامة والاحتفالات زي عيد الميلاد المجيد، عيد شم النسيم، واوعى ننسى ليلة رأس السنة. او انا ممكن اجيب قطعة مزيج من التلاتة زي ما قلت لك. بس انا طمنتك، لو حفظت الكلمات بتاعت اولى وتانية وتالتة انت ضامن موضوع القطعة، وضمنت السؤال الاول اللي بيقول لك النص بيتكلم عن ايه. اضمن لك كمان فكرة تانية، اضمن لك فكرة تانية. تعال معايا، ايه الفكرة التانية كمان اللي لازم تضمنها؟ ايه هي؟ قال لي اشكال القطعة. ايه ده، هي القطعة ليها اشكال؟ طبعا. القطعة لا اما تيجي باراجراف، وده اسهل نوع، عبارة عن تكست نص هتركز فيه على الحاجات اللي هقولك عليها. اما القطعة اللي هتيجي على هيئة ايميل دي لازم تخلي بالك من اللي هقوله. افتح ورقتك وقلمك وبص معايا، لو القطعة جت على هيئة ايميل هيجيب لك ليبي او ليبر، عزيزي او عزيزتي، وبعديها اسم. الاسم التاني ده او الاسم اللي بعد ليبي وليبر ده المرسل اليه، اللي انا بسميه الودن، اللي هو بيسمع الاحداث لكن مش مشترك فيها. وفي اسم تاني تحت اللي هو اسم الراسل، وصاحب الحكاية هو اللي بيحكي الأحداث، لأن ممكن ما يجيبش اسمه جوه وبعد كده يسألك يقول لك مين صاحب عيد الميلاد، مش المرسل إليه، لا ده الراسل. مين اللي مسافر، ده خد عندك كمان
ده ممكن يسألك في اسم المرسل إليه ويقول لك أنفن أو لفيم، لمن كتب الإيميل. اتكتب الإيميل لمين؟ أول ما يقول لك لمين اتكتب الإيميل، عينك على اسم المرسل إليه. طب لو قال لك فير شرايبت، مين اللي كتب؟ ده الراسل. هو التركة بس في اسم المرسل إليه والراسل؟ لا، ده في تركة مهمة قوي في السطر الأول للإيميل لما يقول لك في جيتس كيف حالك إن برلين؟ إيه أخبارك في برلين؟ برلين دي بقى يا شطور بلد مين؟ بلد المرسل إليه. ما لما باجي أبعت لك رسالة، ازيك يا أحمد، إيه أخبارك في مصر الجديدة؟ يبقى أحمد ده ساكن في مصر الجديدة. ده كمان ممكن يقول لك ساكن فين أحمد وما يجيبش سيرة مصر الجديدة، يرجعها لك للبلد الأم أو للمحافظة أو للمدينة. قال لي أما السطر الأخير لما يقول فيل جروسي مع خالص تحياتي، أوس كاسل مع خالص تحياتي من مدينة كاسل، يبقى كاسل دي بلد مين؟ الراسل. عشان لو قال لك أين يسكن الراسل، يسكن في كاسل، وكاسل دي بتقع فين؟ ان دويتشلاند. يبقى جمع معلوماتك. الاسم اللي فوق برافو عليك المرسل إليه، واللي بيتسأل عليه يقول له لمن كتب الإيميل. الاسم اللي تحت هو اسم الراسل، اللي بيتسأل عليه يقول من كتب. البلد اللي بعد فيه جيتس دي بلد مين؟ المرسل إليه. البلد اللي بعد فيه الجروسي دي بلد الراسل. برافو عليك. يبقى عرفت ان الايميل مهم. لا ده كمان خد عندك دي، انه ممكن يا فندم اهو يعمل ايه. اقول لك نمسح ده الاول اهو، مسحت لك الحاجات دي كلها الاول اهي. بعد ما مسحت لك الحاجات اللي كانت انا مشاور لك عليها في الايميل، اقول لك بقى حاجة مهمة تانية. ممكن القطعة تجيلك على هيئة بريف، خطاب اهي. القطعة اللي بتيجي على هيئة بريف وخطاب هي الايميل، بس فرق سطر واحد. السطر ده بريمن، خلاص اعمل لك عليه ماركر اهو. بريمن دين زامستاج يوم السبت يوم 10/3/2022. السطر ده اول ما تشوفه تعرف ان ده خطاب. نفس القصة ليه بأمل. مين يقول لي أمل دي مين؟ برافو عليكم المرسل إليه. طب تحت ماضي دايم ماكس، عزيزك ماكس، المخلص لك ماكس. ماكس ده مين؟ الراسل. برافو عليك. بص بقى السطر بيقول لك ايه؟ هير ان بريمن أليس اوكي. هنا في بريمن كل حاجة تمام. يبقى بريمن دي تخص مين؟ تخص امل. قال لي لا، امل الودن بتسمع مين؟ تسمع ماكس. هو بيقولها كل حاجة هنا تمام. يبقى حضرتك بريمن دي بلد ماكس، وهي البلد اللي مكتوبة فوق. وبعد كده قال لها في جيتس كيف حالك يا حبيبتي ان فرانكفورت. يبقى فرانكفورت دي بلد مين؟ امل. انا بقى مشكلتي لو قال لي امتى اتكتب البريف، تقعد تقرا القطعه. ما قالش، لا قال. ما قالش والله يا هير. امال ده ايه يا عم؟ يوم السبت 10/3 ده ايه؟ ده التاريخ اللي اتكتب فيه الجواب وتاريخ الاحداث. ده انا ممكن كمان العب بيك ازاي؟ ما اسالكش على 10/3 اسالك اقول لك امتى اتكتب الجواب، في الصيف ولا في الربيع ولا في الخريف ولا في الشتاء. يبقى لازم تعرف ان الشهر ده يوازي انهي فصل. لا ده خد عندك، انا كتبت الجواب يوم زامستاج وجيت قلت لك اللي هو السبت، قلت لك مورجن. فاكر دي؟ يا هرنادر، دي بمعنى الصباح. لا 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 لا، مورجن ام سمول ومن غير اداه تبقى بمعنى غدا. اما دير مورجن، ام مورجن.
دي اللي بالكابيتال واللي اداتها دي وبتاخد حرف الجر دي اللي بمعنى الصباح. فلو قلت لك انا كاتب الجواب يوم السبت وقلت لك مورجن عندي عيد ميلاد، يبقى عيد ميلادي امتى؟ الحد. شفت يا عم؟ ده لسه في تريكات ولسه في قصص وحكايات. طيب يا هير نادر، لو القطعة ما جاتش على هيئة خطاب ممكن تيجي على هيئة ايه؟ اقول لك ممكن تيجي على هيئة، اقول لك اهو، بس ايه، اجيب لك الصورة بتاعتك. نمسح الاول، وبعد ما مسحنا جبت لك الشكل ايه الرابع، ان القطعة ممكن تيجي على هيئة مذكرات. وعلى فكرة بقى المذكرات هو النص، بس زيادة كلمة. الكلمة الأخيرة دي بيجيبها في آخر المذكرة. أوز هانس طاجبوخ، من مذكرات هاني. طالما قال من مذكرات هاني يبقى المذكرة دي بتاعت مين؟ بتاعت هاني. فما يجي السؤال يقول لك فيم جيهورت، بتخص مين المذكرة دي؟ أو أداة جديدة عليك، فيسن، لمن الطاجبوخ، يبقى لمين؟ لهاني. يبقى يلا جمع ورقك اللي انت جمعته معايا. يبقى اول تركة انك لازم تقرا القطعة كاملة عشان تجاوب على سؤال النص بيدور عن ايه. تاني تركة لازم توظف شكل قطعتك، هل هي باراجراف، هل هي ايميل، هل هي خطاب، هل هي مذكرات. بعد ما وظفنا ده كله نروح للتركات اللي انا جايبها لك في اسئلة القطعة. ايه هي التركة دي؟ ساعات يجيب لك في نص القطعة نقط ترتبك. النقط دي عايزة ايه؟ عايزاك يا أمور الفيلند فورد، الكلمة الناقصة، كملها لي. اديك سر، اول ما يقول لك جيب الكلمة الناقصة اقرا لي سطر قبل وسطر بعد، هتستنتج الكلمة الناقصة. يعني في امتحان السنة اللي فاتت لما قال لك ان مامتي تعبانة وراحت للدكتور، وبعد كده راح قال لك زيليكت هي راقدة ام نقط. طب هي ماما تعبانة وهترقد فين؟ ام بت، في السرير. خد كمان دي، لما يجي يقول لك هيرت سليشي، مع خالص، مع خالص او مع ارق التمنيات، دي تمني، دي تهنئه في الاعياد. يبقى ما تقوليش نخت ولا مورجن ولا فيلكومن، امال تتقال ايه؟ جلوك فونش. هيرتس ليش جلوك فونش، مع ارق تمنيات القلبيه، تتقال في التهاني والاعياد. يبقى اي قطعه فيها اعياد افكر في دي. لا ده كمان بقى، خد الحتة دي اللي انا قلت عليها في اول الحصة. لما تيجي تذاكر ما تذاكرليش دير وداز ودي، ده ممكن يجيب لك صفة ويقول لك بدويتت هايست، معناها ايه؟ زي دي اهو، زير كورتس، قصير جدا، هي معناها ايه؟ او بترمز لايه؟ معناها ان انت نيشترانك، مش طويل. لا ده ممكن يعمل كمان يجيب لك الصفة ويقول لك قول لي جيجن تايل. يعني ايه يا فندم الجيجن تايل؟ العكس. ايه ده؟ ده بقت قطعة انجليش يا هير. ما احنا ماشيين على نفس النمط الجديد. لا اما اقول لك اذكر المعنى بدويتت، لا اما اقول لك اذكر الضد جيتايلت. عكس دونكل ايه؟ هل، منور، وانت معايا منور. يبقى بعد ما اديتك افكار القطعة دي تعالى اديك كمان فكرة جميلة. ايه هي؟ هي هدية ابو الهراهيم ما بتقفش. انت قلقت لما عرفت ان انت هتتسأل على المعنى والضد. طب واللي يجمع لك كل المعاني بضدها، وهتبقى معاك نسخة PDF كاملة، هيجي يقول لك الاين. الاين يعني انا رايح لوحدي، وساعات يدلعها يقول لك الايني، هي لوحدي. جاب لك لوحدي عكسها ايه؟ رايحين مع بعض، سوزامن. او ميت اين اندر، مع بعض. طب انا ايمر دايما بحبكم، لا انا مانيش مال احيانا بحبكم. لا
ده انا زيشر اكيد بحبكم، عكسها فلايش ربما بحبكم. طب وانترسانت شيق، عكس شيق لانجفايلش ممل. طب طير غالي، عكسها بقى خد عندك بلش رخيص. نيشت طير مش غالي، برايس فيرت معتدل الثمن. طب هير هنا، عكسها دورت هناك. انا بحب اصحى فوق بدري، لا انا بصحاش بيت متأخر. لا انا باجي بونكتلش منضبط في مواعيدي، لا ده انا دايما باجي عندي في بيتونج تأخير. طب التوريست السائح اللي بيجي بلدك يدفع فلوس ويتفسح، عكسها الاوسلندر الاجنبي اللي عايش ومقيم لاجل العمل او لاجل الشغل او لاجل الدراسة. طب نوي، عكسها الت. طب فارن، سافر لي بر وبحر. فليجن، سافر بالطيارة. طب يلا اطلع فور فيرتس قدام، لا ارجع روك فيرتس، ارجع ورا. طب انا هنام في السرير ان بت، انا رايح للسرير ان سبت. طب تسو هاوس في البيت، نخ هاوس الى البيت. طب احنا رايحين ان دي شتات للمدينة، لا احنا في المدينة ان دير شتات. طب جروس، عكسها كلاين. طب فينيش قليلا، عكسها فيل كثيرا. طب خد كمان عندك لانج، عكسها كورتس. ريستورانت، هتقول لي المطعم كمان ليه عكس؟ لا، الريستورانت ده المطعم اللي انت بتدفع فيه فلوس. طب لو انا طالب وقاعد في مدينة جامعية، هاكل فين؟ في المنزا، مطعم الجامعة. طب شون، عليها املاوت يا جميل. طب شون من غير املاوت حقا وبالفعل. طب دن، آه دن يعني لأن، because يجي بعدها سبب. طب ديسهالب، ديسهالب علشان كده. وعلى فكرة ديسهالب عكس دن. دن قبليها النتيجة وبعديها السبب، ديسهالب قبليها السبب وبعديها النتيجة. لا مش فاهم، طب حاضر افهمك. اكتب الجملة دي، ايش اهو، بين اهو، كرانك انا تعبان. حلو، ديسهالب علشان كده. كومي ايش نشت، علشان كده انا مش جاي. يبقى السبب الاول وبعد كده ديسهالب بعد كده النتيجة. اما دن بقى اقول لك اهي، دن اهي. دن بتقول ايه بقى؟ ايش كومي نيشت، انا مش جاي ليه يا هير؟ دن لان انا بين كرانك. يبقى دن قبليها نتيجة وبعديها السبب، ديسهالب قبليها السبب وبعديها النتيجة. طب وضن دي قصة تانية، ضن ثم، يبقى دن لأن، ضن ثم. طيب وأوصف دي علاوة على ذلك، يعني أنا بتكلم في التليفون، علاوة على ذلك بسوق العربية أهو. طيب نيشست وكومندي الاتنين بمعنى القادم التالي، اما عكسهم فورش اللي فات وليتست اللي فات. وادي هدية، واول هدية هتضمن لك سؤال الجيجنتايل والمعنى، ولسه الهدايا مكملة معانا. ازاي اهو، اقول لك ازاي. امسح لك الاول، مسحنا اهي عشان اقول لك هدايا ابو الهباهير اهي. لسه عندنا ايه المهمة دي، وانت بتركز في القطعة قلت لك ركز على الاسماء، مش اسامي اشخاص بس، اسامي المدن واسامي الاماكن واسامي كمان
الوظائف والأعداد. انت عايزني يا هير اسيب الفيزياء والكيمياء واقعد اذاكر 1 2 بالالماني؟ ما قلتلكش كده. تعال نراجعهم مع بعض. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 اهو لغايه 12 ذاكر. بعد 12 شغل دماغك. 13 13 14 14 15 15. يبقى اي رقم 15 16 17 يبقى اخره 90. طب 20 20 30 30 40 40 50 50 60 60 70 70. يبقى اي حاجه فيها تسيش دي 20 و30 و40 و50. طب يا هير 100 100. طب 300 300. طب 400 400. طب 1000 1000. طب 5000 5000. طب ربنا فتحها عليك وبقى معاك المليون. أين مليون. طيب لو 5 مليون 6 مليون 6 مليون مع المليون بجمعه ملايين. طب لو جالي اهي رقم كبير زي ايه؟ قول لي. رقم مثلا 45 47. لا تعمل ايه؟ اكتبه بالعربي اهو 47 وترجمه بالالماني. 7 يعني ايه؟ زيبن. und 40 40. طب هي الارقام هحتاجها في ايه؟ اقول لك اهو. تعال اقول لك الارقام اهي مسحنا اهي. هتحتاجها في ايه؟ جاهز؟ ايوه انا جاهز. لا هجهز اهو. الارقام معاك فين؟ شوف الجمال ده. هديتي ليك الارقام في التسعيره. لما اروح اشتري البلوفر ده بكام ده؟ قال لي بفونف دغايتش. يبقى هو استخدم الارقام. اكتبها ازاي؟ ابدا بالرقم الكبير. فونف ايرو و30 دغايتش. الارقام بتستخدم كتمييز لاسم جمع. اشهابي انا عندي نقط كندر 3 عيال دغاي كندر. الاطفال جت قدامها الكلمه رقم بتيجي مع العمر. ايش بين فون في السينيا الت. الارقام بتيجي مع الساعه ولسه لينا قصه مع الساعه. الارقام بتيجي مع درجات الحراره. يبقى الارقام بتيجي في الامتحان لازم. ده كمان خد عندك هديه كمان. ودي بقى هديه حصتي ليك. قاعده في الجرامر هشرحها لك. العدد الترتيبي وهقوله لك باسهل طريقه. قال لي استنى بس. ايه العدد الترتيبي ده؟ الاول الثاني الثالث. قال لي طب وهستخدمها في ايه؟ في التاريخ اللي ممكن يجي لك في الجواب. لما اقول لك امتى اتكتب الجواب، هو انت فاكر هتكتب 10/3؟ لا هتقول في اليوم 10 من الشهر الثالث. طب اديك فكره على الرقم الترتيبي بسهوله. عند تحويل الرقم من عادي لترتيبي هتحط لي على اخر الرقم من 1 ل 19 تي ايه. اقول تاني؟ قال لي قول تاني. الرقم الترتيبي اهو. عشان تحول العدد من حسابي لترتيبي اول حاجة هتحط الرقم ما بين الاداة والاسم. مش فاهم يا هير؟ يعني ما اجي اقول علي الطالب الاول هتقول دير اهي وشولر اهي. ادي الاداة وادي الاسم وفي النص هنحط الرقم الترتيبي. من 1 ل 19 هزود على اخر الرقم تي ايه. يبقى الرقم الترتيبي بيتحط ما بين اسم واداة. يوم السبت يوم الثالث في الشهر هنحط الاداة وايه والاسم
والعدد الترتيبي في النص. من 1 ل 19 هنزود تي ايه، من 20 لما لا نهايه اس تي ايه. طيب هو في كل الارقام بتاخد النهايات دي ولا في ارقام غلسه؟ عندي 4 ارقام شكلهم بيتغير. الاول اهي ايرس تي، الثالث دغتي اهو، السابع زبتي، الثامن اختي. دول الاربع ارقام اللي شكلهم بيتغير. اما اي رقم تاني طبعا القاعده، يعني زفاي تبقى ايه؟ زفايتي. جدع. فونف سمعك فونفتي. طيب ايه كمان؟ نوين نوينتي. طب الف الفتي. هم بس الاربع ارقام دول 1 و3 و7 و8 شكلهم بيتغير. فاذا حبيت تستخدم عدد ترتيبي هتحطه ما بين الاسم وايه والاداه. طب في التواريخ بقى بنضطر نحط حرف جر. ام ام. لو جه حرف جر وجه بعديه رقم ترتيبي، قال لك من 1 ل 19 هتزود تي اي ان، من 20 لما لا نهايه اس تي اي ان. يعني بالبلدي لو جه حرف جر ام او ام وعايز تحط عدد ترتيبي هتقول ايرس تن دريت تن. يبقى امتى بنزود على الرقم او العدد الترتيبي ان؟ لما يكون قدامه حرف جر. امتى ما نزودلوش ان؟ لما يكون ما بين الاسم والاداه. وقاعده العدد الترتيبي دي بحتاجها في التواريخ. لما يقول لي يا فندم النهارده ايه، ممكن اقول له النهارده السبت، او ممكن اقول له النهارده اهو 13. يبقى هقولها ازاي 13؟ ديريتي ده 3، 10 سنتي اهو. طب لو حطيت قدامها هقول ديريتن اتسنتن. ادي فكره الارقام. يبقى الارقام هحتاجها في التسعيره، هحتاجها في درجات الحراره، في العمر، في الساعه، في العدد الترتيبي، في التواريخ. ولسه مكملين باقي التريكات. مش عايزك تروح بعيد عني عشان لسه عندي حكايات في القطعة يا جدعان. ايه تاني؟ الارقام والساعة. انا عارف انك ناسي الساعة، لان الساعة كلها خدتها في تانية ثانوي وانت فاكر تالتة ثانوي بالعافية. فتعالى اخدك بالراحة في الساعة. اول حاجة لازم تعرفها في الساعة الفرق ما بين اور وشتوند. اور ساعة اليد اللي بروح اشتريها وليها استخدام تاني كتمييز للوقت. لما اقول لك فيش بيت اس الساعة كام؟ ist 8 Uhr. هنا اور بديلة لكلمة كلوك. مش لما باجي بقول لك واتس ذا تايم ناو بتقول لي 3 كلوك، انا بقولها 3 اور. يبقى كلمة اور عندي بتستخدم كم اسلوب؟ لا اما ساعة يد ده تمييز للوقت، اما شتوندي الساعة الزمنية اللي بتقيس مدة. انا مستعجل النهاردة هشتغل معاك من الساعة 5 للساعة 6، يبقى اشتغلت معاك ايه؟ اين شتوندي ساعة 60 دقيقة. طب دي بتيجي في ايه يا هير؟ تيجي في المثال ده. علي اربايتت فن. علي بيشتغل من الساعة 8 للساعة 14. وبعد كده يقول لك ما المدة اللي بيشتغلها علي؟ اطرح الرقم الكبير من الرقم الصغير. جبته؟ 6. المهم التمييز. 6 اورين فالش، لان 6 اورين يعني 6 ساعات من دول. 6 شتوندن. في لانج dauerte der فيلم؟ ما مدة الفيلم؟ 3 شتوندن. يبقى شتوندن اللي بتقيس المدة الزمنية. اللي فهمت. تاني تكة، انت ما خدتش بالك من الساعة 14؟ قال لي ما انا كنت عايز اوقف حضرتك بس لقيتك بتكمل المعلومة. ايه الساعة 14 دي؟ هناك في ألمانيا، مش في ألمانيا، في كل المجتمعات بعد الساعة 12 بيكملوا 13 14 15 بيكمل اليوم. يجيبها لك ازاي؟ يقول لك دي بارتي بجين تو اومز 20 اور. الحفلة هتبدأ الساعة 20
وبعد كده تحت يقول لك امتى بدأت الحفلة. الساعة 20 دي ايكوال بنظام ال 12 ساعة ان الساعة 8 ابند. لان ممكن يقول لك ايه 8 مورجن، 8 مورجن هيقولها 8 بعد 12 الظهر اللي بنعد لغاية بالليل يبقى 8 بالليل. عايزك كمان وانت بتراجع الساعة ما تنساش كده تمر على الكلمات دي. نخ يعني وي لما اقول 3 و5، فور يعني إلا. ما تنساش تراجع على فيرتل وفيرتل شتوند. الربع ربع ساعة هم بالنسبة لي 45 منوتن. القطر هيتأخر فيرتل شتوند، القطر هيتأخر ربع ساعة. القطر اتأخر كام يا معلم؟ 15 دقيقة. خلي بالك من سفانسش تلت هي سفانسش منوتن. خلي بالك من هالب وهالب شتوند، النص ونص ساعة هما الاتنين دغاية 6 منوتن 30 دقيقة. بعد ما راجعت التركات دي انا لسه مكمل معاك. تعليماتي لقراءة الساعة. ايه ده هم هيخلونا نقرا ساعة؟ لا، هيجيبها لك في القطعة. الساعة اولا سؤالها فيش بيت است اس في في الأور است اس، الاتنين بمعنى ايه؟ الساعة كام؟ يبقى فيش بيت وفي في الأور. لما اجي اقرا الساعة ابدأ معاك بأسهل ساعة لما ساعة تبقى بالظبط. شفت انا قلتها ايه من شوية؟ اس است رقم وأور، اخت أور. طب الساعة 10 اس است تسين وأور. العقرب اتحرك والساعة بقت 3 و10. عندي طريقين، طريق اوفيتسيل رسمي بتاع التلفزيون والراديو. في التلفزيون والراديو اهو هنحط رقم الساعة الاول وافصل بكلمة اور وبعد كده احط رقم الدقايق. يعني هقول دغاي اور تسين. سامع السؤال اللي انت بتسأليه يا استاذة؟ بتقولي طب وفين كلمة ناخ اللي قلت مهمة بمعنى وي؟ بتستخدم في الطريقة الغير رسمي. في الطريقة الغير رسمي هحط الدقايق الأول وافصل بناخ أو فور وبعد كده الساعة. يبقى يلا نغني مع بعض. الطريقة الرسمي ساعة أور دقايق، طريقة غير رسمي دقايق ناخ ساعة. يبقى في الطريقة الرسمي أحط الساعة، أحط أور، أحط دقايق. في الطريقة الغير رسمي احط دقايق بعد كده ناخ بعد كده ساعة. طب لو غليس وجاب لي الساعة 7:45، 7:45 ده راديو يقولها، ده تلفزيون يقولها. نقول زيبن اور فونف اون فيرتسيش. اما رجل الشارع هيقولها 8 الا ايه ربع. ربع يعني فيرتل. فور اخت. خد الهدية بقى الجامدة بقى. لو غلس وجاب 7 ودقيقتين، 7 و3 دقايق، 7 و4 دقايق، دي ما فيهاش بقى ولا رسمي ولا غير رسمي، ليها مصطلح كورتس ناخ واحط رقم الساعة. دي تتقال من 7 ودقيقة لغاية 7 و4 دقايق. 7 وشوية تتقال كورتس ناخ ورقم الساعة. سمع السؤال اللي انت بتكتبه؟ طب 7 و18، 7 و37 عادي، طريقة رسمي وغير رسمي. لفظ كورتس ناخ ما بيتقالش الا من ودقيقة ل4 دقايق. طب لو الساعة 7:59، 58 كده هي فاضل دقيقتين وتبقى 8، يبقى هقول كورتس فور اخت، 8 الا شوية او تقريبا 8 جلايش اخت. هديتي بقى الجامدة لما الساعة تبقى ونص كله يسيب قلمه ويبص لي. في ألمانيا لما الساعة تبقى ونص مثلا 3:30 بيعملوها ازاي؟ يقول لك ist halb ويزود رقم halb فيه منتصف الرابعة. يبقى هناك في ألمانيا لما الساعة تبقى ونص يقول halb ويزود رقم. فخلي بالك من الحتة دي. هديك هدية، لو جالك في القطعة الساعة مكتوبة أرقام 3:30 وعايزك تحولها حروف، تكتب هلب وتزود رقم. كشفونا في هنا حد قال للجنة اللي بتحط الامتحان فالسنة اللي فاتت عمل ايه؟ قال لك الأصدقاء هيتقابلوا هلب أخت. الأصدقاء هيتقابلوا
هلب أخت. هنا جابها ايه؟ حروف، وعايزني ارجعها ايه؟ ارقام. انقص رقم يبقى 7.5. قولها تاني، حاسس انك اتلخبطت. اقولها لك تاني. لو الساعة جت ونص ارقام وعايز احولها حروف، اكتب هلب وازود رقم. لو جت حروف وعايز ارجعها ارقام، انقص رقم. واختم ساعتي بالساعة 1. الساعة 1 لا اما اقول اين اور، وفي هذه الحالة ما احطش اس، لا اما اقول اينس. ايه الفرق؟ الفرق عندك انت. لما توقف حد وتقول له الساعة كام، لا اما يقول لك الواحدة اينس، لا اما يقول لك الساعة 1 اين اور. فلو قال اور يشيل الاس، ما قالش اور يقول اينس. ولسه عندي كلام كتير اقوله لك. ايه الكلام الكتير اللي هقوله لك؟ حالا هتسمعه مني. ايه هي؟ اهي. معقولة اذاكر ساعة من غير ما اذاكر زمن؟ كلمات الدالة على الزمن. قلت لك حركة منهم. دير مورجن او ام مورجن الصباح. نخمتاج بعد الظهر. فورمتاج قبل الظهر. ميتاج الظهر نفسه. طب ابند المساء. طب تقسيمتهم ازاي يا هير؟ 6 الصبح، 7 الصبح، 8 الصبح، 9 الصبح. دول كلهم الصبح. دول يتقال عليهم ايه يا فندم؟ مورجن. اما 10 و11 ده بيتقال عليهم فورمتاج قبل الظهر. اما الساعة 12 ميتاج الظهر. طب 1 و2 و3 بعد الظهر نخمتاج. طيب مستر نادر، المساء والليل 6 و7 و8 بالليل، 9 و10 و11 نخت. اما الساعة 12 متر نخت. عندك كمان ايام الاسبوع لازم يتلعب فيها. زامستاج بيساوي زون ابند الاتنين سبت. زونتاج حد. مونتاج سمعك 2. دينستاج 3. ميدفوخ 4. دونرستاج خميس. جمعة فرايتاج. وهنا اللعبة هتتلعب. ايام الاسبوع دي الاجازة في المانيا غير اجازة مصر. اجازة المانيا والويك اند السبت نص يوم اللي هو زامستاج وبيروحوا يتسوقوا فيه. اما الحد هو اجازة. المانيا بلايبتوت تكون ميتة بلا حراك. في يوم الحد عندهم والسبت اجازة. اما في مصر عندنا فرايتاج وزامستاج. فممكن اضحك عليك واقول لك ايه؟ انا ان بريمن، وبريمن دي مدينة في المانيا، ورحت النادي العب كوره في الويك اند، وبعد كده قلت لك هم بيروحوا لعبوا كوره امتى؟ يبقى يا سبت يا حد. معايا كمان التريكات اللي دالة على الزمن. لو جاب لك ايام اسبوع واجزاء يوم وحط اخرها اس، زامستاكس، ابندز، ده معناه ان الحدث بيتكرر كل يوم سبت. فما يجي يقول لك ايه؟ فان هاست دو دويتش، امتى عندك الماني؟ ممكن تقول ام زامستاج يوم السبت، او ممكن تقول ايه؟ زامستاكس كل يوم سبت. عايزك بقى تركز على ايه؟ يدن تاج تساوي تجلش. يدن موات تساوي مناقلش. يدس يار بتساوي يرلش. خلي بالك مورجن تقول لي بس انت قلت عليها ام سمول، بس هنا جايه في اول الكلام، بس مش واخده ولا دي ولا ام، تبقى غدا. يبقى مورجن بعد غد. هويتي النهارده. هويتي مورجن النهارده الصبح. جيسترن امس. فور جيسترن اول امس. ليتست وفورش اللي قلت لكم اللي هم عكس كومند ونشست. دي اللي فات ودي اللي جاي. عايزك وانت بتذاكر تخلي بالك من حرفين الجر دول، زيت وفور، الاتنين بمعنى منذ. بس زيت حاجة حصلت فين؟ في الماضي وما زالت مستمرة، وجملتها مضارع. يعني ما اقول لك انا منذ 25 سنة وانا مدرس. هل بطلت؟ لا لسه.
انا لسه شغال يبقى زايت. لكن لو قلت فور منذ، خلاص الحدث في الماضي وانتهى، يبقى زايت لا تساوي فور. دي حدثها مكمل وجملتها مضارع، دي حدثها انتهى وجملتها ماضي، يا تام يا بسيط. دي تركات الزمن. في كمان غير تركات الزمن عندي. ايه غير تركات الزمن؟ اقول لك. غير تركات الزمن في عندي الهدية دي اهي، بظبطها لك اهي، اتفضل اهي اهي، شوفها معايا واظبطها كمان حتة. مش قلت لك لما انا هكتب الجواب يبقى 10/3، وقلت لك امتى اتكتب الجواب، في صيف ولا ربيع وشتاء، وانت افتكرتني اني قلت لك المعلومة دي وهنساها. احنا عندنا كام شهر؟ 12 يا هير. وعندنا كام فصل؟ 4 يا هير. يبقى 12/4 كل شهر في، او كل فصل في كل 3 شهور. فعندي الفينتر، شوف كاتب لك تحتيه ايه. التقسيمه دي على فكره في مصر والمانيا. الشتاء هو شهر ديسمبر 12 ويناير وفبراير. ايه اللي في مصر؟ الشتاء في مصر ايه؟ فارم دافئ. وايه كمان؟ رجنت ممطر. يبقى خلي بالي من الصفات. طب لو سمحت يا هير، ان دويتشلاند الطقس في المانيا ايه؟ زير كالت بارد، وشنايت مسلج بيمطر تلج، شنايت. ودرجة الحرارة 7 جراد. انا مش مشكلتي درجة الحرارة، والله مش عايز درجة الحرارة، انا عايز الملحوظة دي زند. انا مشكلتي زند. مع درجات الحرارة ما بقولش إيست، بقول الزند. درجات الحرارة تكون، اهي دي ممكن اجيبها لك في الجرامر بس مش وقته. انا وقته دلوقتي ان نعرف ان الشتاء في المانيا شنايت بيمطر تلج وكالت. طب الربيع، شهور الربيع ميرتس شهر 3، ابريل شهر 4، ماي شهر 5. الربيع في مصر والمانيا واحد بس. بص بقى، بص الجمدان. دي زوني شاينت، الشمس مشرقة. انا شايفك بتدعك في عينيك، ليك حق. شنايت، بص 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 اهو، الان جوه فالدنيا بتمطر، يلا نخش جوه. شاينت، الان بره الشمس طالعه، يبقى فعل شناين وشاينن. وكمان الجوزونش مشمس، فارم دافئ. وساعات بنعمل المصطلح ده في الربيع، بنقول ان هو جو يوجنج فيتر، جو رياضي، جو خروج. اما الصيف شهر يوني 6 ويولي 7 واغسطس 8. في مصر هايس، حر وفويشت ومليء بالرطوبة. في ألمانيا فارم. الخريف كام وكام؟ سبتمبر، أكتوبر، نوفمبر 9 و10 و11. الخريف في مصر ربنا يسامحنا أنجنيم معتدل. أما في ألمانيا بفولكت مغيم وفندش. مطلوب منك استخراج جميع الصفات اللي في الجدول وحفظها، عشان لو جات لك في الامتحان تعرف. ما انا ممكن في الامتحان اقول لك ايه، انا عندي كورس في فرانكفورت، واول ما نزلت انا لقيت الدنيا شنايت بفولكت فيندش. وبعد كده اقول لك هم خدوا الكورس امتى؟ في الربيع، في الصيف، ولا في الشتاء؟ الدنيا بتمطر تلج ومغيمة، يبقى بتمطر تلج ده فين؟ في الشتاء. يبقى مظاهر الطقس بترمز للفصل اللي احنا فيه. ولسه مكملين بعد الهدية دي كمان. اقول لك ايه؟ اهي هديتي دي اللي جاية احلى. اتخضيت لما قلت لك ان الاماكن مهمة والمدن، وقلت لي انا ما اعرفش المدن في المانيا. عملت لك تجميعة حلوة. فاكر برلين؟ هاوبتشتات فون دويتشلاند، يبقى برلين عاصمة المانيا. فاكر فين؟ هاوبتشتات اوسترايش، عاصمة النمسا. فاكر بيرن؟
Hauptstadt Schweiz، عاصمة سويسرا. اذكر لي أهم المدن اللي في ألمانيا: بريمن، مونشن، دوسلدورف، كولن، كاسل، فرانكفورت، بون، هامبورغ. دي أهم الشتتي، المدن اللي في ألمانيا. أما زالزبورج أهم مدينة في أستراليش، بس خلي بالك احنا بنجيب فيينا. أما شفايتس، سوريش وبازل ولايبتسيش، دول أهم المدن فين؟ في سويسرا. ممكن أجيب معالم سياحية مستخبية، أقول لك احنا زرنا النهاردة الكاديفي في ألمانيا اللي في برلين. إيه الكاديفي ده؟ فاكره؟ ده الكاوف هاوس، أكبر مول في برلين. ممكن اقول لك زرنا البراندنبورجر تور، البوابه المشهوره في برلين. ممكن اقول لك زرنا الينز ارينا واتفرجنا على فوسبال شبيل، مباراه كره القدم ومشجعين بايرن مونشن. الله، ده ممكن اقول لك رحنا لشتيفنز دوم، كاتدرائيه شتيفنز، ودي موجوده فين؟ في اوسترلايش، لان الكاتدرائيه دي موجوده في فيينا يا جدعان. قال لي كمان ممكن يسالني على ايه؟ الاتجاهات. فاكرها؟ الهيملسريشتونج، نوردن الشمال، اوستن الشرق، زودن الجنوب، فيستن الغرب. نورد اوستن شمال شرق، زود اوستن جنوب شرق، نورد فيستن شمال غرب، زود فيستن جنوب غرب. كل الاتجاهات دي تاخد حرف الجر ايه؟ ام. واوعى تنسى الاعياد. الاعياد قلت لك هما او المناسبات قسمين: قسم خاص، وده في الجريل بارتي، حفلة شوي لما بنعمل ليلة لله. ايه ده، هما في المانيا بيعملوا ليلة لله؟ ايوه، لما يجيبوا ايه؟ لما يحصلوا على الرخصة ولما ينجحوا على طول يروحوا عاملين كده حفلة شوي. او جيبورت ستاكس بارتي، حفلة عيد ميلاد. او ما اقولكش بقى، بعيد عنك بعيد عنك بعيد عنك، هوخت سايد بارتي، حفلة زفاف. دي المناسبات الخاصة. أما المناسبات العامة، اوعى بقى، خلي بالك، الفاينختن، عيد الميلاد المجيد، ده أكتر خدعة بتتخدع فيها يا طالب تالتة ثانوي. لأن عيد الميلاد المجيد عندنا 7/1، وهم يوم 24 و25 ديسمبر. فممكن يسألك إمتى عيد الميلاد المجيد. وخلي بالك من السلفستر، ده كل العالم بيحتفل بيه. قال مش سلفستر ده ممثل يا مستر؟ لا يا ابني، سلفستر ده ليلة رأس السنة 31 ديسمبر، والأسطر نشم النسيم. دي الأعياد اللي عندهم اللي ممكن يتلعب بيها في قطعة، وساعتها بيوصف لك العيد ويقول لك مظاهر العيد ويسألك عليها. بعد الأعياد، بعد التركات، أهو اقول لك بقى التركه اللي انت ناسيها: الوظائف. فاكر سؤال الوظيفه؟ قال لي لا والله يا هير. Was sind Sie vom Beruf؟ ايه وظيفتك؟ Was machen Sie؟ als was، لان الوظائف بتاخد حرف الجر als. قال لي ياه، ده انت ما سبتش حاجه يا هير، حتى دي من تانية ثانوي فاكرها. اه طبعا، ich arbeite als Deutschlehrer، انا اعمل كمدرس الماني. اهم حاجه في الوظائف قلت لك ان في وظائف رجالي، وظائف حريمي. خد الهديه دي: اي وظيفه رجالي عايز احولها حريمي زود لها في الاخر اي ان، ما عدا الوظيفه اللي اخرها من تبقى فراو. ايه ده، انت ماشي؟ لا مش ماشي، انا عاوزك تعيدها. قول تاني: اي وظيفه رجالي عايز احولها حريمي ازود لها في الاخر اي ان. ليرر، ليررين، صح. شاوشبيلر، شاوشبيلرين. ارتست، ارتسن. اي وظيفه اخرها من عايز احولها حريمي شيل المن وحط فراو. هوتل فخ من، هوتل فخ فراو، موظف استقبال. هاوس مان، رب منزل. هاوس فراو، ربة منزل. ادي اهي القاعده بتقول لك. عايزك بقى لما تجيلك دي بي دي اف احفظ لي الوظائف يا امور. ثم لازم تاخد بريك، عشان البريك ده هيجي بعديه ورقه وقلم، ونروح على التركه اللي قلت لك عليها: ادوات الاستفهام. هتعرف معنى اداه الاستفهام، هتعرف تجيبها من القطعه وتحس بالامان. خد لك فاصل. خدت البريك؟ يلا نواصل. نواصل ايه؟ انا كل اللي عملته في الفتره اللي فاتت
جمعت لك التريكات اللي بتبقى موجودة جوه سياق القطعة. خلصنا القطعة، خلصنا تريكاتها، بقينا قدام تريك أهم، أداة الاستفهام. لو فهمتها وهي طالبة إيه، هطلع أجيب اللي عايزاه وأنزل. أول أداة يا جماعة معايا، قال لي معاك أهو. أول أداة فير. افتكر معايا، فير يعني من، وبتسأل عن الفاعل العاقل. يعني ما اجي اقول لك فير اهو، كومت دي بارتي، مين اللي جه الحفلة؟ لازم ادور على بني ادم فاعل عاقل. يا ماين فاطر، يا ايش، يا ماين فويند، ده الفاعل العاقل. فين شبه فير، من، بس بتسأل على المفعول الأكوزاتيف العاقل. ما انت يا طالب تالتة عندك أكوزاتيف وداتيف. فين بتسأل عن الأكوزاتيف العاقل. فين بيزوخست دو، بتزور مين؟ أنا بزور ماينن أونكل. هنا الفرق بقى إيه؟ إن العاقل جه مفعول به. طب فيم من، وبتسأل عن العاقل المفعول الداطيف. فيم جهورت بيخص مين؟ النضارة دي. هتقول النضارة جهورت دم أوبا. يبقى فير فين فيم، فير فاعل، فين أكوزاتيف، أما فيم داطيف، وكلهم عن العاقل. طب لو جه السؤال قال لك باي فيم، على حروف الداطيف، عند مين انت ساكن، عند مين انت بتشتغل، لازم تقول باي وبعديها عاقل داطيف. طب لو قال لك ميت فيم، مع مين انت مسافر، لازم اقول ميت وبعديها عاقل داطيف. طب وفاس، فاس قصة تانية. فاس بتسأل عن اي اسم جماد. يعني مثلا فاس كاوفست دو، هتشتري ايه؟ هشتري بلوزي، هوزي، همد، اي اسم جماد بسأل عنه بفاس. طب ألس فاس دي بتسأل عن الوظائف، فلازم اجاوب بألس وبعديها وظيفة. طب فاس كوستيت، وفي الكوستيت، وفي توير. ما هي فاس كوستيت، استنى بقى عندك اهو. لو قلت لك فاس كوستيت اهي، وفي الكوستت، واضيف لك دي كمان في توير، كل دول بيسألوا عن ايه؟ على الثمن. يبقى لازم اجاوب عدد وبعديه يا بفوند يا ايرو. طب وفي، لا في دي قصة لوحدها. في يا اما بمعنى ما، يا اما بمعنى كيف. ما في سؤال في هايز دو، ما اسمك. كيف في سؤال ايه؟ في جيتس، كيف حالك. وكمان في بمعنى كيف في سؤال عن وسيلة المواصلات. في جيتس، كيف تذهب إلى النادي. لما تيجي في والسؤال عن وسيلة المواصلات، يجاوب بميت وبعديها وسيلة مواصلات أهي، لا جاوب بتسوفوس. طيب يا هرنادر أؤمر معاك. عندي في فيل، في فيل وفي فيلة، صداع في دماغ طالب ثانوية عامة. هاو ميني وهاو ماتش. في فيل بتسأل عن الكمية، عن المقدار. في فيلة بتسأل عن أشياء تعد. فجمعت لك أهم الأسئلة اللي في فيل. في فيل جلد، كم مقدار الفلوس اللي معاك. في فيل جراد، كم مقدار درجات الحرارة. في فيل أور، الساعة كام. في فيل كيزي، كم مقدار الجبنة اللي انت عايزها. في فيل فيرش بيتونج، كم مقدار التأخير اللي عند القطار. دي أسئلة في فيل، كلها الإجابة عليها بإيه؟ برقم والتمييز اللي بعد الرقم. أما في فيل بتسأل عن أشياء تعد. في فيل كندر، كم عدد الأطفال اللي عندك. في فيل جشفستر، كم عدد إخواتك. طب إيه في أوفت دي؟ في أوفت جهز تدو انسكينو، بتروح كم مرة السينما. لازم الإجابة بعدد وبعديه مال. أهو دغاي مال،
3 مرات zweimal. طب في spät الساعة كام؟ طب في weit بيسأل عن المسافة. في weit ist Kairo von Alex entfernt؟ تبعد. كم تبعد القاهرة عن اسكندرية؟ لازم ادور على رقم بعديه كيلومتر. طب في هوخ، في هوخ يعني ما ارتفاع، بس انا مش هيجيلي في الامتحان ما ارتفاع جبال، هيسأل لي في هوخ است دي متى، ما ارتفاع قيمة الإيجار في الشهر، فبجاوب برقم وبعديه عملة. في لانجي مهمة قوي. في لانجي بتسأل عن المدة، بس عندي نوعين لسؤال في لانجي. يا في لانجي بلايبست دو، ما المدة اللي انت هتقعدها، وهنا بسأل عن مدة إقامة أشخاص، أجاوب برقم بعديه مناطق، يعني شهور، ياري، سنين، فوخي، أسابيع. أما في لانجي دورت، ما المدة اللي بيستغرقها الغير العاقل، ما مدة الحصة، ما مدة الماتش، بجاوب عليه بشتوندن أو منوتن. طب في ألت عيب بقى، ده بيسأل عن العمر. طب في جروس ده بيسأل عن المساحة مش الحجم. في جروس دي فونونج ما مساحة الشقة. طب في viel Uhr، في viel Uhr لازم الإجابة وبعديها ساعة. عندي كمان إيه؟ عندي أهم ورقة، متى، جاية امتى هنخرج، امتى هنتقابل، جهز ورقة وقلم معايا. اجابتها بايه؟ يا ولازم يكون بعديها ايام، اسبوع، واجزاء يوم، وتواريخ، وكلمة فوخن اند. يا ويكون بعديها يا شهور يا فصول سنة. يا وبعديها ساعة. يا بالمصطلحات دي اندن فيرين في الاجازة، اندر نخت في الليل. طب زايد انا لسه قايل زايد. منذ متى؟ لازم اجاوب بزايد وبعديها مده. منذ متى واحنا مسافرين؟ منذ اسبوع، منذ سنه. طب فون بيز من امتى لامتى؟ لازم اجاوب بفون وبس. طيب ابتداء من امتى هتبدا الاجازه؟ لازم الاجابه باب وبعديها يا ظرف زمان، وانا قلت لكم ظروف الزمان. اب مورجن ابتداء من بكره، اب ايبر مورجن ابتداء من بعد بكره، اب هويت ابتداء من النهارده، او ساعه. اب زيكس اور ابتداء من الساعه 6 انا هاخد اجازه. يبقى لازم الاجابه عليها باب وبعديها ظرف زمان او ساعه. نفس القصه بيزفان، لغايه امتى المحل هيفتح؟ بيس زيكس اور لغايه الساعه 6. بيس نخمة طاق لغاية بعد الظهر، يبقى هيجي بعديها برضك يا ظرف زمان يا ساعة، بس الفرق ان دي ابتداء ودي بيس نهاية. طيب فيلانج لمدة قد ايه احنا قاعدين؟ لازم الإجابة بفير وبعديها مدة زمنية. يبقى فان وزايد فان وفون فان واب فان وبيس فان وفير فيلانج، كله بيلعب على المدد الزمنية باختلاف الحرف اللي هو بيغششه لك في السؤال. طيب فاروم لماذا؟ لازم أجاوب بدن وبعديها سبب، لأن. طب فيلش أي جيبة عجباكي، أي دي لازم أرد عليها. يا بلون، أنا عايز الجيبة اللي بلاو الزرقاء، يا بصفة الطير الغالية، يا بحاجة هناخدها قدام في درس 13 اسمها ديز. ايه ديز دي؟ هذه الجيبة. يبقى فيلش بجاوب عليها بالحاجات دي. طب ملكة أدوات الاستفهام، أين؟ خد عندك بقى، لما الاقي السؤال بأين، لا إما أجاوب بإن، يا بإم، يا إن دير، ما هو كل دول بمعنى فيه. يا باي، بس لو جاوبت باي لازم يجي بعديها يا شخص يا مهنة يا شركة. طيب فوهير الإجابة عليها يا بأوس، ده احنا عارفينها من زمان، فوهير كومز دو أوس إجيبتن. طب فوهن إلى أين؟ إلى أين يبقى هجاوب بناخ وبعديها بلد. يا إندن كلوب إلى النادي، إن وبعديها أكوزاتيف. يا إنسكينو
الى السينما، يا اما ان دي شوله الى المدرسه، هي تسو بعديها اماكن محدده. بس فاكر الفرق ما بين ان وتسو؟ ان هيجي بعديها اكوزاتيف، اما تسو هيجي بعديها داتيف. وده لسه في تركات الجرامر لما اشرح لك مراجعه جرامر. بس المهم عرفت ان فوهين بجاوب عليها يا بناخ، يا بتسو بعديها داتيف، يا ان اكوزاتيف. واوعى تنسى بعد ما تراجع ادوات الاستفهام ما تاخدش بريك، لا، اجهز للي جاي. وهي دي بقى المفاجأة، ان بعد ما راجعنا ادوات الاستفهام خد عندك راجع السؤال المبدوء بالفعل كمان. انا عندي من سنة اولى وتانية نوعين من السؤال المبدوء بفعل. سؤال هل اللي بيتكون من فعل، فاعل، باقي جملة اهو: كومست دو هايته ميت، هل هتيجي معايا؟ سؤال هل مواجهته مهمة عشان إجابته بيا أو ناين. لو هقول يا هقول يا إيش كومي أنا جاي، أو يا جيرن. لو هقول لا هقول ناين إيش كومي نيشت هويته. يبقى سؤال هل إثباته بإيه؟ يا، ونفيه بإيه؟ بناين. عندي سؤال بقى أليس اللي خدناه في تانية ثانوي، اللي بيبدأ بفعل وفاعل وجواه كلمة نفي، يا نشت يا كاين. hast du kein هوبي؟ أليس أنت لديك هواية؟ يفرق عن سؤال هل بإيه؟ سؤال أليس إثباته ضخ، بلى، أي نعم. طب ينفع يا هير أجاوب سؤال أليس بيا؟ لا، ضخ إجابة إثبات أليس، يا إجابة إثبات هل. دخ إيش هابي أين هوبي، أيوة أنا عندي هواية. أو دخ إيش شفيمي جيرن، أقول هوايتي على طول. أو أقول لا ناين. يبقى في النفي ما بين هل وما بين أليس ما بنغيرش. الفرق فين؟ في الإثبات. واوعى تنسى عزيزي الطالب أساليب النفي اللي بتغير من معنى الجملة. ناين يعني لا، شاضي يا خسارة، عندك وقت؟ شاضي إيش هابي كاينة سايت، للأسف ما عنديش وقت. توت مير لايت إست هيرنادر دا، هل هيرنادر موجود؟ ناين توت مير لايت، للأسف مش موجود. لايدر يؤسفني، ني أو جارنيشت يعني أبدا. أنجلوجلش، أن لما تتحط على الصفة تغيرها. أنا فروه سعيد، أنا أنفروه غير سعيد. نيشت طبعا اللي عارفينها، وكاين. أساليب النفي دي لو خدت بالك منها بتغير من معنى الجملة. وعندي كلمة هدية ليك كمان: نور فقط. أنا هشتري أين بلوزة und einen مثلا بولي، هشتري بلوزة وبلوفر. أجي تحت أقول نادر اشترى نور فقط أين بلوزة، لا، نادر اشترى حاجتين مش حاجة واحدة. فنور بتغير المعلومة. بعد كده يا كبير انت كده جاهز بنسبة 60% انك تقدر تحل قطعة. بس لازم ما تنساش مراجعة الكلمات يا كبير، وتسأل على ال3 ورقات: أولى، تانية، تالتة. آخر بريك عشان تجهز إن هحل معاك قطعتين: قطعة عن وسائل المواصلات وقطعة عن الأمراض. اشمعنى دول يا هير؟ ليكتسيون 200 وليكتسيون 1000، ومع كل ما نخلص يونت هنزل لك قطعة عليه تمرين. مستنيكم بورقة وقلم جديدة لحل التمرين. ورجعنا لكم تاني مع أهم فقرة في محاضرتنا: الحل. ما هو ما ينفعش بعد ما ذاكرنا تروح وما تحلش. ما هي دي برضك أحد وسائل إن أنت ما بتعرفش تطبق. هتمسك القطعة وتمسك ورقة وقلم معايا. هيرهوبر استكرانك. أول حاجة هحط خط تحت الاسم هيرهوبر، يبقى القصة هتبدأ بهيرهوبر.
Heute ist er nicht froh aufgestanden. بدأنا في الكلمات اللي قلت عليها. froh يعني مبكرا، والفعل aufgestanden. aufgestanden يعني ايه يا فندم؟ يصحى. يبقى النهارده ما قدرش يصحى بدري. Er kann nicht zur Arbeit gehen. هو اهو غيرت لك اللون خالص. هو nicht zur Arbeit، ما راحش الشغل. يبقى انا حطيت خط تحت ان هو هوبر، وحطيت خط تحت ان هو ما راحش الشغل، وكمان ان هو ما صحيش بدري. طب كمان اغير اللون تاني واجيب ده واقول لك ان هو هات هالس شميرتسن، عنده التهاب في الزور. und hostet وبيكح. ما انا نسيت اقول لك الفعل في الالماني لازم هو اللي بيحدد الجمله. وزاين نازي und seine Augen tun auch weh. فاكر تون في؟ يؤلم. وكمان مراخيره وعيونه واجعينه، يبقى هو زوره ومراخيره وانفه وكمان عينه وجعاه. طيب زين تمبراتور، درجة الحرارة بتاعته ادفاس هوخ، عالية. ايه ده يا هوبر؟ شكلها كورونا. ما هو عنده كل اعراضها. ام ابند بالليل هات اير دين ارتس بزوخت، راح للدكتور. der Artist hat ihn untersucht. شايف؟ يبقى نصيحتي ليك لما تيجي تحفظ الكلمات الافعال، الدكتور كشف عليه. هير هوبر هات لايدر ظهرت الرؤية للأسف كوفيد 19، عنده كوفيد 19. Sein Befinden ist zum Glück nicht so schlimm. لحسن الحظ حالته مش سيئة. Er soll 14 Tage in seinem Zimmer bleiben. هو ينبغي يقعد 14 يوم الأرقام في أوضته. Der Artist hat ihm ein Rezept، اداله روجيتا كتبها له، قال له دي تابلتن أقراص دغايمال 3 مرات في اليوم بعد الأكل. ادي أول نصيحة للدكتور أفصلها. والنازش بيري، وكمان الاسبري فير اين فوخي لمدة اسبوع. يبقى هياخد الاسبوع اسبري و3 مرات الاقراص في اليوم. Natürlich soll die Vitamin regelmäßig nehmen، وتاخد الفيتامينات بانتظام. warm trinken، واشرب دافي. جيزوند اسن، وكل اكل صحي. اوبست وجموزه، والخضار والفاكهه. يا بختك يا هوبا. اسفايمال ان دير فوخي فيش، ومرتين في الاسبوع سمك. هوبر دارف نيشت راوخن، مش مسموح له يدخن. لا دي لازم لها لون. ايوه مش مسموح له يدخن. دن لأن das ist gefährlich، خطر. und sehr ungesund، وغير صحي. der Doktor schreibt Herr Huber 2 Wochen، كتب له اسبوعين اجازه مرضي. Herr Huber muss في خلال اسبوع nur Medikamente helfen gegen Covid. في خلال اسبوع هيقدر يتحسن عشان الادويه تقدر ضد الكوفيد تهاجم. يبقى هو مديله اجازه اسبوعين، وهو في خلال اسبوع قال له انت الادويه هتاخد ايه؟ حد ضد المرض. الدكاتره بيجدوا كمان ان زيرفشت الشيء مهم، ان من ان واحده يعني الانسان مش الراجل، الانسان. زول كاينن ستريس، لازم يبقى بعيد عن الضغط.
الضغط النفسي اللي انت بتقول عليه لازم تبقى بعيد عنه. ليه؟ عشان ده هيخلي زين امبوسيستيم، جهازك المناعي جهازك العصبي سير شتارك. طول ما انت بعيد عن الضغط جهازك المناعي قوي، كل ما تتعرض لضغط هيقل جهازك المناعي. تعال نشوف النص بيتكلم عن ايه. سمعك عن هوبرز كرانكنهايت، مرض هوبر، صح؟ بس القطعة دي بيني وما بينك مباشرة قوي. هل كده مباشرة؟ لان من اول سطر هي بتتكلم عن هوبر. طب فاستوت هوبر فيو، ايه اللي وجع هوبر؟ فاكر بخيره ودانه؟ لا، ده اللي وجعه ايه؟ هالس، الزور والنازه والاوجن. سي. طب فاز فيندن دي ارتسفشتش، ايه اللي شايفه الدكاتره شيء مهم؟ شايفين ان الواحد لازم يحافظ على جهازه العصبي، ان من زل كاين ستريس، ها، ما يكونش عندك ضغط عشان تفضل محافظ على جهازك العصبي بيه. طب فهمت ايه في النص؟ نقرا دي بقى، طالما فهمت ايه في النص نقرا حاجه حاجه. انه هوبر است، ياكل. ضل نمت، دي ميديكامنت، ياكل الاول ثم ياخد الادويه كلها. مش عارف. ان هوبر نمت ياخد الادويه اوني بدون اكل، ولا ان هوبر ياخد الاقراص ثم ياكل، ولا هوبر ياخد الاقراص معاه للدكتور. نمت مت ياخد الاقراص معاه للدكتور. طبعا الاجابه باينه اهو، انه ياخد الاقراص 3 مرات بعد الاكل، لكن مش كل الدواء مكتوب له بعد الاكل. ما قالش الاسبرين هياخده امتى، ما قالش الفيتامينز هياخده امتى. يبقى الاجابه رقم سي. طيب هوبر نقط هاتلايدر كوفيد في 14 يوم، عنده للاسف كوفيد و14 يوم الدكتور كشف عليه، ولا كاينين ستريس؟ هات كاينين ستريس وكمان جهاز عصبي ما عندوش ضغط ولا جهاز عصبي، ولا هو في خلال اسبوع عنده مقابلة تانية في الدكتور؟ ما هو كتب له اسبوعين وقال له في خلال اسبوع تجيلي عشان اشوف الدواء عمل ايه. يبقى رقم سي. اخر جملة، ايه الغير صحي؟ الكوفيد؟ لا. الفيتامين؟ لا. الشغل؟ لا. الروخن، التدخين. شفت لما حللت القطعة قدرت ازاي توصل لحلول؟ طب لسه مكملين واحنا مع بعض شاطرين. تعال بقى نشوف القطعة التانية. القطعة التانية جميلة جدا اهو، اظبطها لك. ايش هايسي كمال، وانا كمان علمت زيك على كمال. اوندفوني ان كايرو، ساكن في القاهرة. ايش اربايت ان دير الهرم اشتراسي، يبقى كمال ساكن في القاهرة لكن ايه بيشتغل في شارع الهرم. ايش نيمي دين بوس صور اربايت، بياخد الاتوبيس لشغله. فروهار، زمان. حدي فارت بيس صور اربايت لانجت سايت، كانت الرحلة لغاية شغله تاخد وقت كبير. Wir haben an der Bushaltestelle، فاكر الكلمة دي؟ احنا كنا عند محطة الأتوبيس أكتر من نص ساعة بنفضل قاعدين. gewartet und manchmal، أحيانا الأتوبيس nicht gekommen، ما يجيش كمان. طب وإيش hatte meistens في Verspätung، عندي تأخير. meistens يعني غالبا. من ديستنس اقل حاجه 25 مينوتين، يعني كان بيتاخر دايما 25 دقيقه. دي شتراسن، الشوارع. دي فيجي، الطرق. زير انج، كانت ضيقه. فير دي مليون منشن، لاكتر من 1,000,000 شخص في القاهره. زايت فير يارن، زايت الحدث لسه مستمر،
منذ 4 سنين بقى كده erledigt، حصل تغير لإيه؟ einen großen Plan für neue breite Wege. حصل erledigt großen Plan، يعني حصل خطة كبيرة. breite Wege يعني ايه؟ طرق واسعة. viele Brücke، كثير من الكباري. verbinden، ربطت Stadtteile، أجزاء البلد. اوتوبان، والطرق zwischen den Städten، والطرق ما بين المدن. es gibt jetzt viele neue und moderne Busse، وكمان بقى في اتوبيسات جميله وحديثه ب100 واي فاي، وده اجمل حاجه، بالواي فاي اثناء الرحله. jedes Wochenende، كل نهايه اسبوع في مصر fahre ich mit dem Zug، بروح بالقطر لوالدي في الأقصر. يبقى الأقصر دي بلد كمال. الإيجيبت شبان، القطر المصري أو القطار المصري. يتست شنيلشكايت، سريع. زيشرهايت، آمن. نوي فيجي، عربيات جديدة. فونكوتسيونيرت جود، كله شغال كويس. استبجفيم، مريح. وبنكتليش، منضبط. das macht mir Spaß، ده مخليني سعيد. das modernste in Ägypten ist Monorail، احدث حاجه داخله مصر المونوريل. المونوريل ده هيعمل ايه بقى؟ هيربط في بندت 6 اكتوبر بالعاصمه القديمه والعاصمه الجديده. الآن أنا مايستنس غالبا كاين فريشبيتونج، ما عنديش تأخير. أول سؤال يا معلم، النص بيتكلم عن إيه؟ عن الأقصر؟ العاصمة الجديدة؟ لا، على شغل كمال، على وسائل المواصلات إن إيجيبتن. في فيرت كمال بيروح ازاي شغله؟ كان بيستنى الأتوبيس. أنا مستنيك من الدنبوس بي. طب من كان يتست الواحد دلوقتي بمترو الانفاق يوصل؟ ما جابش سيره مترو الانفاق. فريش بيتون جهابن عنده تاخير، ولا باي بوس فارت انترنت زورفن، يقدر في الرحله يشوف واي فاي، ولا الى الشغل يروح؟ الراجل او الانسان دلوقتي بايدر بوس يقدر في رحلته يتصفح على النت. في فريش بيتهم كان بيتأخر قد ايه كمال؟ حوالي نص ساعة، اكتر من نص ساعة، 4 سنين يا راجل، ولا ما عندوش تأخير؟ حوالي نص ساعة، ما هو قال من 25 دقيقة لأكتر. أين يعيش والدين كمال؟ عارفك الأقصر. نرجع لآخر سؤال، الإجبت شبان، القطر المصري دلوقتي بقى إيه؟ فونكوتسيونير تنيش تجوت، مش شغال؟ لا يا عم والله. كومت بونكتليش أن، بيوصل في ميعاده؟ ممكن دي. حط زيشر هايت أبر زي نيشت لانجزام، هو آمن بس بطيء، ولا كله جانس ألت قديم؟ لا يا معلم، قطرنا المصري بقى كومت بونكتليش أن. وانت كمان لازم تكون بونكتليش أن، توصل في الميعاد. ميعاد ايه؟ ميعاد مذاكرتك. قسم وقتك صح، هتذاكر التريكات، هتحفظ الكلمات، هتقرا البي دي افات، وتحل القطع اللي هبعتها لك يا معلم. وعلى فكرة، كل من انجز كل القطع صح عنده جايزة كبيرة. وانتظروني في باقي المحاضرات مع هرناد عبد الفتاح، اساس التفوق والنجاح. تشوس. أشطر أب، تعليمك بقى أشطر.